كثرة الأقاويل على برياني اللي أنا أطبخه. برياني هند أو برياني من مطبخ هند. قسم يقولون أطيب برياني أكلناه بحياتنا، وقسم يقولون أضبط أكلة أنت تسويها، وقسم يقولون خرافي خرافي، كل مرة الطعم نفسه وخرافي. وحتى خطيبة ابني السويدية تقول godaste i världen، يعني أطيب وألذ شيء بالعالم. بما أنه التصويت صار على البرياني، فاليوم راح نسوي برياني وعاجبنا طبخة البرياني، فلازم نقطع شنو؟ ورق الغار من شجرتي العزيزة اللي أحبها هواية. نقطع ورق الغار ونشوفكم شنو اللي راح نحطه ويا البرياني اليوم وطريقة الطبخ من مطبخ هند. بما أنه اليوم يوم الأحد، ودائما يوم الأحد نتجمع إذا كنا معطلين جميع الأولاد، فنتجمع وناكل أكلة طيبة. فأنا من البارحة انطيتهم يصوتون، يا أما يختارون أكلة ميت موت اللي هو اللحم مشوي بالعسل والرز والمقبلات، أو مقلوبة لحم أو برياني، والكل صوت، أو تقريبا نص صوتوا على المقلوبة ونص صوتوا على البرياني. وبما بينهم يعني خطيبة ابني السويدية صوتت على البرياني، فخلص إنه برياني. عندي فخذ خروف صغير طبعا هالمرة، ورق الغار اللي قطعته من شجرتي العزيزة، عندي نمو بصرة، عندي نجمة اليانسون، عندي قرنفل حب، عندي هيل حب، عندي كبابة حب، عندي بابريكا حارة، عندي كاري ملعقة، وعندي فلفل أسود. ولا تنسون الزنجبيل، أهم شيء بسلق اللحم. راح نخلي كله بجدر الضغط لحد ما تطلع الزفرة، نخلي البهارات الصحيحة وياه، نغطيه وننصيه على نص حرارة، وننتظر من ساعة إلى ساعة ونص، لأن هذا الخروف صغير 9 كيلوات كان فيستوي بسرعة. ونشوفكم بعدين. شفتوا أصدقائي هنا الزفرة طلعت، فراح نشيلها من اللحم، وبعدين لما نتخلص من الزفرة كلها نخلي البهارات الصحيحة ونغطي وننصي على نص حرارة. طبعا البرياني يراد له حشو، والحشوة مالته عبارة عن فتيات مقطعة مكعبات راح تتقلى، جزر مقطع مكعبات وراح يتقلى، بازاليا أيضا عندي مجمدة أو خضراء تكون تصير بعد أطيب، راح تكون من ضمن الحشو. وبصل عندي 4 بصلايات بصل قطعتهم اليوم مكعبات، كل مرة نقطعهم جوانح بكيفكم انتم. عندي الكشمش، ولا يغنى عن الكشمش نقعته بالمي حتى لما يتقلى ما يحترق، انه يكون رطب يعني يتحمل الحرارة. بالنسبة للبهارات، ملح، كركم، فلفل حار، نوي بصرة، فلفل أسود، بهار برياني، وعندي القرنفل، زنجبيل، والكاري. هاي مجموعة البهارات اللي راح تدخل بالحشو. راح نقلي هسه ونشوف بعدين شلون نخلط الحشو جميع المواد. قلينا اللوز حتى يصير بهذا اللون الأشقر محمص. ساعدنا تشكيلة الحشو. راح نضيف البصل اللي قطعناه ونقليه. بعد ما قلينا البصل وصار بهاللون هذا، راح نخلي الكشمش اللي صفيناه من المي نقليه شوية ويا البصل، ونرجع بالخطوة الثالثة. هسه اجى دور البازاليا نقلبهم سوية. بعد ما قلينا البازاليا والكشمش والبصل، راح نضيف الجزر والبوتيتا المقلايين وخالصين، ونضيف ايضا وياهم البهارات والملح، نخلطهم سوية، نقليهم سوية، وبعدين نطفي الماء. وهاي النتيجة النهائية بالنسبة للحشو. هذا اللي ساعدني بالتصوير. شوفوا
بعد ما حمرنا الشعرية بالزيت. طبعا هذا طبخ الرز او التمن، راح نضيف التمن ونقليه ويا الشعرية. بعد ما قلينا التمن ويا الشعرية ضفنا مي اللحم اللي سلقنا بيه اللحم اللي بيه البهارات والملح، واذا عايزة ملح تخلوا له ملح. وراح اضيف بالاخير لما ينشف المي شوي من جميع البهارات، شوي شوي بس، ونخليه يتخلى واكلاتنا خلصت، والنتيجة نشوفها بعدين. طبعا هذا اللحم راح اخليه بالفرن بس يتحمص. خليت عليه شوي زبدة سائلة يتحمر ونطلعه. هاي نتيجة البرياني. هذا صوت ابني عادي. هاي البرياني. طبعا اللوز تحمص للزينة، وهذا اللحم الشكل النهائي للبرياني اللي هو التمن والحشو والمكسرات، ويا طبعا الدقوس ويا الدجاجيك. امشي وعليكم علينا بالعافية، ولا تنسوني بالكومنتات واللايكات واي شيء عندكم استفسار واي اكل تحبوها او تحبون انه اضيف الدقوس، وصفة الدقوس فاكتبوا.